لو سألنا الناس عن الحاجات اللي بيحبوها، كل واحد هيبدأ يعد شوية حاجات مختلفين عن غيره، لأن مش منطقي إن كل الناس تحب نفس الحاجات زي بعض. لكن تقريبا كلهم متفقين إن محدش فيهم بيحب المذاكرة خالص. أيوة، مش أنت بس اللي مش بتحبها، كلنا كده، بس مش كلنا هنفضل كده. في فرجة إحنا جايين النهاردة نقولك إزاي تحب المذاكرة فعلا، ويبقى جواك الرغبة في إنك تذاكر من غير ما حد يقولك ذاكر. قبل ما تبدأ اعرف اللي انت هتذاكره ده هيفيدك في ايه او هيفيدك ازاي. دور بسرعة كده على فوائد الموضوع اللي هتذاكره ده، وشوف بيستخدم في عمل ايه موجود حواليك. ببساطة انت عمرك ما هتحب تذاكر حاجة ملهاش فايدة، لكن هتبقى متحمس تذاكر حاجة انت شايف فوائدها ونتائجها قدام عينيك. زي ما تبقى بتذاكر وانت عارف ان اللي بتذاكره ده بيستخدموه في صناعة الموبايل بتاعك على سبيل المثال، وان اللي انت بتعمله هو اول مرحلة في صناعته. لما تيجي تعمل حاجة بتحبها زي انك تشوف فيلم مثلا او تلعب لعبة، بتبقى عايز تقعد لوحدك في هدوء ومن غير ازعاج. وبما اننا اتفقنا اننا هنخليك تحب المذاكرة، يبقى لازم تتعامل مع وقت المذاكرة على انه موعد مع حاجة انت بتحبها. رتب المكان اللي هتذاكر فيه، وتأكد انك مرتاح وكل حاجة متظبطة علشان تبدأ. كمان اتأكد ان موبايلك مقفول ومفيش حاجة هتعطلك. جا الوقت عشان نصارحك بالحقيقة اللي كنا مخبيينها عنك لسنين طويلة. انت مش بتكره المذاكرة زي ما انت فاكر، لا اطلاقا. انت مجرد مش فاهمها لسه، ففاكر نفسك مش بتحبها. لكنه اكد لك وعن تجربة شخصية انك اول ما تبدأ تذاكر وتفهم، هتحس ان المعلومات دي بقت جزء منك، وهتبقى من جواك حابب تكمل لحد النهاية. احسن طريقة تفهم بيها اي حاجة هي انك تبقى قادر تشرحها وتدرسها. لو بقيت قادر انك تشرح الدرس اللي بتذاكره من اوله لاخره زي المدرسين بالظبط، هتفهم اكتر مما كنت متخيل، وهتساعد نفسك تقتنع بالمعلومات دي، وهتعرف بسهولة الحاجات اللي ما ذاكرتهاش كويس، لانك هتعدي على الدرس كله. سواء بقى هتشرح لاصدقائك او لنفسك او حتى لصديقك الخيالي، هتلاقي نفسك فهمت واستوعبت اسرع من اي مرة قبل كده، ومش هتحتاج تاخد دروس. خلاص، ما انت بقيت مدرس نفسك. اتحدى نفسك كل يوم، حدد اللي انت محتاج تخلصه، وخد على نفسك عهد انك تخلصه قبل نهاية اليوم ده. اليوم اللي تنجح فيه في كسب التحدي زود على السكور بتاعك 1، واليوم اللي ما تنجحش فيه رجع السكور بتاعك ل0 تاني. بعد كام يوم من المواظبة على النجاح هتلاقي نفسك بتستميت انك ما تخسرش. روح التحدي دي هتخليك متحمس ومبسوط وانت بتذاكر بكل تأكيد. المذاكرة بتبقى حاجة جميلة وممتعة بجد لو أخدت وقتها الكافي، لما يبقى عندك متسع من الوقت إنك تقرأ وتفهم وتعمل دور المدرس من غير الاستعجال بتاع الامتحانات قربت. صدقني الموضوع بيفقد كل متعته لما بتحاول تلمه قبل الامتحانات بكام يوم. فلو انت لسه في أول السنة، عندك الفرصة إنك تحافظ لنفسك على متعة كبيرة لو ذاكرت أول بأول واستمتعت بمذاكرة كل جزء صغير على حدة. الآن ولفترة محدودة تقدر تدوس على زرار السبسكرايب أو الاشتراك من غير ما تدفع ولا جنيه. اغتنم الفرصة قبل نفاذ الكمية.